اقول لك على حاجة واحدة بس كفيلة انها تدمر مستقبلك: الاعذار. الاعذار دي لما بنبتدي نتعود عليها بعد كده بنبقى عمي، ما بنقدرش نشوف اخطائنا ايه. لما يجي واحد يعمل حادثة وبعد كده ايه يروح ايه يدور على العذر، يقول لا اصل الطريق كان زحمة، اصل ناس حسدوني، اصل انا كنت نايم، اصل معرفش ايه. ما بيعملش حاجة اسمها سيلف اناليسز. سيلف اناليسز او سيلف ريفليكشن، ان هو يبص لنفسه ويشوف ايه الغلط اللي هو عمله وازاي يطور من نفسه وازاي يحسن من نفسه وازاي ما يعملش الموضوع ده تاني. فالمشكله بقى ايه؟ احط دي بقى هنا مره في الحادثه اللي عملها في الشارع، مره تانية مش عارف في الامتحان اللي سقطه، مره تالتة في الشغل اللي ما نجحش فيه، مره رابعه في صاحبه اللي هو بيقول ان هو بيكرهه عشان غيران منه. بتيجي انت بقى خلاص جواك انت تمام، ما بتغلطش، ما فيش اي حاجه فيك، كل الناس هي اللي غلطانه. بعد كده بقى مع الوقت بيحصل حاجة بقى عندك اسمها lack of accountability، يعني انت ما بتبقى شخص غير مسؤول عن نفسك. الاكاونتابيلتي دي هي اللي بتخليك تعمل حاجة اسمها سيلف اناليسيز، ان انت تبتدي تدور جواك وتشوف ايه الغلط اللي عملته علشان تطوره وما تغلطش نفس الغلطة دي تاني. السيلف اناليسيز دي اللي هي الاساس اللي هيخليك تقدر تشوف مشاكلك فين وتطورها. والخطوة دي هي الأساس بتاع إن أنت تبقى أحسن في المستقبل، لأن أنت عمرك ما هتبقى أحسن في المستقبل من غير ما تطور في نفسك، وعمرك ما هتعرف تطور في نفسك غير لما تعرف تطور في إيه. ما أنت مش عايز تروح تطور في حاجة أوريدي متطورة، عايز تطور في المشاكل. وعمرك ما هتعرف المشاكل اللي عندك إيه من غير ما تعمل سيلف أناليسيس، إن أنت تقعد وتفكر وتشوف أخطائك إيه وإيه اللي عملته وإزاي ممكن تطور منها والكلام. وعمرك ما هتعمل سيلف أناليسيس لو أنت مش شخص accountable، اللي هو شخص مسؤول عن نفسه وبيشيل المسؤولية. وعمرك ما هتبقى شخص accountable لو انت دايما بتستخدم excuses. فشايف اللفة طويلة ازاي؟ excuses، الاعذار بتاعتك، هتكون نهايتها ان انت مش هتكبر في حياتك. حط دي بقى في كل حاجة، في الشغل، في الدراسة، في علاقاتك الاجتماعية، في علاقاتك العاطفية، في صحتك، في نفسك، في مالياتك، في كل حاجة. فلو انت عايز تضمن ان انت بكرة يبقى احسن من النهاردة، لازم تلوم نفسك في كل حاجة حصلت، لان اي حاجة حصلت حواليك هتلاقي في حاجة انت كان ممكن تعملها او كان ممكن تاخد بالك منها. ان ما كانتش هتمنع اللي حصل، على الاقل هتقلل ضرره. خلي العادة دي عندك، واوعى اقفش نفسك كده اول لما تلاقي نفسك بتقول اصل العذر بتاعي كان كذا، اصل انا ما روحتش عن كذا، ما روحتش ليه؟ غلطان. ما عملتش كده ليه؟ مسؤوليتي. عملت مش عارف ايه، انا كنت غلطان. غلطان في ايه؟ خلاص بقى انت كده دي البدايه، عرفت غلطان في ايه، بعد كده عرفت غلطان في ايه هوقفه، عرفت غلطان في ايه ووقفته، هبتدي هبقى احسن هبقى احسن، كل بقى ايه المنافع اللي بعدها هتيجي. فالخلاصه هنا ايه؟ خلي بالك من الاعذار، واسوأ اعذار هي الاعذار اللي احنا بنقولها لنفسنا، مش الاعذار اللي بنسمعها. دي اسوأ حاجه. تاني اسوأ اعذار هي الاعذار اللي بنسمعها من اللي حوالينا. في ناس ساعات بيبقى حوالينا بيحبونا، بيحاولوا يساعدونا، فبي ايه بيبقى عايزين يهونوا علينا. مثلا نيجي نغلط ويحصل لنا مشكله، فيقول لك خلاص يا ابني ما تقلش على نفسك، اكيد اللي حصل ده عين وصابتك، اكيد اللي حصل ده مش عارف، اصلك كنت تعبان ساعتها، اصلك ما اعرفش ايه ساعتها. الناس دي برضو في الظاهر بيحاولوا يفيدونا، بس هو في الباطن بيأذونا. لان احنا لو ابتدينا نسمع للكلام ده وابتدينا نقتنع بيه، ابتدى خلاص بقى يعني طيب يعني انا اغير من نفسي ليه؟ ما هي كانت عين وصابتني، صح؟ مفيش حاجه اعملها بقى، ما ان شاء الله ربنا يكرم المره الجايه العين ما تصيبنيش. فانت هتلاقي نفسك ايه؟ بتشيل ايدك من اللي ممكن تغيره علشان تبقى احسن. فخلي بالك، لان ايه؟ الناس دي برضو زي ما قلنا وبيبقوا اقرب الناس لينا، لان هو نيتهم كويسه، بس هو في الظاهر ويعني الفعل اللي بيعملوه ده فعل يعني فعليا مدمر. فخلي بالك من الاعذار، الاعذار اللي بتقولها لنفسك، الاعذار اللي حواليك بيقولها لك واللي بتدخله في دماغك. ودايما دايما دايما اي حاجه تحصل اقعد فكر انا عملت ايه، انا كان ممكن اعمل ايه امنع الموضوع ده، انا كان ممكن اعمل ايه اخلي النتيجه احسن، انا ايه اللي كان في ايديا وممكن اغيره. ولو ما لقيتش اعرف ان انت ما دورتش كويس، لان دايما هيكون في حاجه. شكرا.